من الحاجات الموترة جدا ان حد يوجه لك كذا سؤال ورا بعض، تك 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 ورا بعض، وعايز منك ردود على الاسئله اللي بيسالها لك. ما بيديكش فرصه حتى تفكر فيهم سؤال سؤال. ده اللي عملته نادين شبراوي في الرساله اللي هي بعتتها. نادين شبراوي بنت مصريه عندها 24 سنه، بدات رسالتها بالجمله دي. انا مش يعني قبل ما احكي لك الحكايه هحكي لك حكايتي في صوره اسئله، ومن فضلك عايزه اجابات عليها سواء منك او من الناس اللي هتعرف الموضوع. ليه صاحبة عمري وعشرة عمري اللي بقالنا مع بعض نعرف بعض بقالنا 12 سنة، يعني نص عمرنا، تخبي عليا ان هي اتخطبت؟ ليه اعرف بالصدفة انها اتخطبت؟ احنا قاعدين ساكنين متكلمين اكلين شاربين مع بعض. ليه؟ هحسدها ولا هخطف منها خطيبها؟ طيب لو انا حسودة او انا شخصية وحشة قوي كده، هي ليه موجودة معايا؟ ليه صاحبتي؟ ليه اقرب واحدة ليا في الدنيا يعني، وانا اقرب واحدة ليا في الدنيا؟ طيب ليه صاحبة عمري اللي بيني وبينها 12 سنة، هي نفس صاحبتها برضو، ليه تخبي عليا ان هي اشتغلت في مكان محترم جدا جدا بقالها 6 شهور بتشتغل فيه، رغم ان احنا لغاية من قبل ما ابعت لك رسالة بيومين 3 بتتعامل عادي، بنقعد نتكلم عايزين نشتغل وبنروح انا وهي نقدم على وظائف. يعني بنقعد انا وهي نعيط ان احنا مش لاقيين شغل، وبننزل انا وهي نروح نقدم على اي وظيفة نلاقيها. طب انت بتشتغلي؟ انت مش قايله انت بتشتغلي اصلا؟ انت مدركه يعني؟ انا حاسس ان انت شخصيتين. طيب ليه صاحبه عمري اللي اعرفها بقالي اكتر من 12 سنه تخرج مع مجموعه من صحباتنا، يعني يروحوا رحله للساحل الشمالي وما تجيبليش خالص اي سيره خالص، واعرف بالصدفه برضو بعد ما الموضوع يخلص بحوالي 2-3 اسبوع؟ ليه؟ ايه اللي بيخلي شخص يضطر ان هو يخبي على حد عزيز قوي منه قريب قوي منه كل حاجه؟ ده مرض ولا ده خوف من حسد او خوف من كذا؟ طب وبعدين هو معلش، وهي بتسال بتقول هو كل العيون بتحسد؟ الناس اللي بتخاف من الحسد، هو انت اي عين وخلاص هتحسدك؟ عين امك هتحسدك؟ عين ابوك هتحسدك؟ انتوا حاطين كل الناس في سله واحده. ليه ايه اللي يخلي حد عايش تقريبا معاك يومك كله تخبي عليه 3-4 حاجات مهمين ومفصليين زي كده؟ ليه؟ بتقولي بعد ما عرفت الحاجات دي كلها عن صاحبة عمري انا ما رضيتش اواجهها. كان قدامي حاجه من اتنين، يا اما اروح يا اما اسكت خالص عشان العلاقه تستمر، ما في الاخر هي صاحبة عمري وانا صاحبة عمرها، يعني اسكت خالص ما اجيبش سيره عشان نفضل باقيين على شويه الود اللي موجودين بينا، يا اما اروح اواجهها وساعتها هخسرها. بس جيت فكرت قلت لا، انا مش مضطر اعمل لا الحل ده ولا الحل ده، في حل تالت خالص. انا اتصرف زي ما هي اتصرفت بالظبط واعمل نفس اللي هي عملته بالظبط، ولو جت اتكلمت لا احط انا اسف صباعي في عينيها، زي ما هي قالت بالظبط بالنص، يعني احط صوابعي في عينيها. عملت كده فعلا، قالت اتفقت مع اصحابنا مجموعه اصحابنا باستثناء طبعا البنت صاحبتها، اتفقت احنا نخرج خروجه حلوه قوي 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 قوي، ندخل سينما ونروح نقعد في نادي وبتاع. امتى؟ في التوقيت اللي هي عارفه ان صاحبتها بتشتغل الشغلانه اللي مش قايله لها عليها. تمام. جمعت نادين صاحباتهم الاربعه الباقيين وطلعوا راحوا اتفسحوا وبتاع وكده، وكانت عارفه ان الخبر هيوصل لصاحبتها، وفعلا الخبر وصل لصاحبتها. وجت صاحبتها اللي اصلا كانت بتشتغل وكانت في ميعاد شغلها، يعني جت بتعاتب نادين بتقول لها كده برضو لما تقابلوا، يعني قالت لها ايه كده برضو تخرجوا ما تجيبوش سيره يا اندال، انا زعلانه منك ودي كده عليكي واحد. لا ولا عليا واحد ولا حاجه خالص يا حبيبتي. ليه؟ مين قال لك عليكي واحد؟ عليا واحد. انتوا خرجتوا من غير ما تقولوا لي، وايه يعني عادي؟ يعني ايه عادي؟ دي نداله. قالت لها لا مش نداله، اتنادلنا مره واحده او انا اتنادلت مره واحده قدام 20 منك، ده انت كذا 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 وعملتي كذا وخبيت انك انت خطبتي وخبيت ان انت اشتغلتي وخبيت ان انت رحتي كذا، راحت رصت لها كل اللي هي اكتشفته بالصدفه وكل اللي هي اتصدمت فيه منها. بتقول لقيتها كده اتصدمت فجاه واتخضت ان انا عارفه كل الكلام ده. قالت انا ما كنتش اقصد، انا ما اعرفش، انا كنت بس بخبي على الحاجه بتاعتي لغايه ما تكمل. طب بعد ما كملت ما قلتيش ليه بعد ما كبرت؟ ليه كل الحاجات اللي عرفتها بالصدفه؟ لا، انت عندك مشكله ومحتاجه تحليها. انت مش قادره تفرقي بين عيون الحبايب اللي ما بتحسدش بالعكس بتزود، وبين عيون الغرباء اللي ممكن تحسدك على حاجه او تبص لحاجه انت واخداها. انت عندك مشكله انك لغايه النهارده مش عارفه تقري نادين، هي بتقول لها كده لغايه النهارده مش عارفه تقريني، مش عارفه تقري صاحبه عمرك، مش عارفه تقري نادين ما بتحسدش. نادين لو بتحسد كانت حسدت من زمان. نادين حياتها بالنسبه لك كتاب مفتوح، يعني انا كل حاجه بحكيها لك وكل حاجه بقولها لك، وانت كل حاجه قررت انك انت تخبيها لاسباب تخصك. عمل شرخ بينهم الموقف ده، وتقريبا ما رجعوش زي ما كانوا، مش هيرجعوا زي ما كانوا اغلب الظن يعني. بس نادين بتقول ان هي ارتاحت لما كشفت لصاحبتها
ان مش كل حاجه ينفع تتخبى عن كل الناس. للاسف كتير مننا من واحنا صغيرين بنتربى على مبدا التخبيه، خبي لمجرد التخبيه وخلاص. لو ذاكرت ما تقولش زمايلك انك انت ذاكرت، لو تعرف معلومه ما تفيدش بيها حد علشان ما يبقاش احسن منك، لو بقيتي حامل البسي كورسيه على قد ما تقدري علشان بطنك ما تبانش فالناس ما تنقش عليكي، لو عرفت ان المولود ولد قولي للناس ان هي بنت عشان ما يتحسدش، لو بتقبض 5000 جنيه قول للناس ان انت بتقبض 2000 جنيه، لو انت جايب عربيه على الزيرو قول للناس انك انت جايب عربيه مستعمله. كل حاجه بيتقال عكس الحقيقه بتاعتها، وبتنسى ان انت هنا مش بتخبي عشان تداري على شمعتك تقيد، انت هنا بتكذب. انت هنا اتحولت من واحد عايز يخبي عشان اموره تتم لواحد اضطر ان هو يكذب، وكذبه بتجر كذبه بتجر كذبه بتجر كذبه لغايه ما في النهايه بتلاقي قدامك مسلسل وسلسله من الاكاذيب المتواصله المتصله مع بعضها اللي في الاخر بتخلي منظرك انت عره. لا مش عيب لو انت ماشي في موضوع او ماشي في امر ما انك انت ما تقولش لحد عنه، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لكن بمجرد ما الحاجه تتم مفيش مانع ان واما بنعمه ربك فحدث. قول، مش تمشي تمسك ميكروفون وتمشي تقول للناس كلها، لا امشي قول حتى للناس القريبين، القريب منك ده اللي شاركك لحظات حزنك وتعبك وهمك من حقه ان هو يسمع لما يجي لك خبر كويس او لما تحقق حاجه ناجحه، لان هيكون اكتر حد فرح لك اللي شاركك لحظات الحزن والضيق والزعل. يستحق ان انت لما توصل لمرحله كويسه انك انت تقول له تفرحه معاك، ولا هو يقول لك في حزنكم مدعيه وفرحكم منسيه. التخبيه لمجرد التخبيه مرض، وانك تحط كل الناس في سله واحده بدون تمييز ده عدم تقدير منك. عيون الحبايب بتزود ما بتنقصش، وبتبارك ما بتحسدش، وقلوبهم بتتمنى ليك الخير زي ما بتتمنى لنفسها بالظبط. ده لو كانوا فعلا عندك حبايب ولو فعلا شايفهم قريبين.